فرنسا لأنهم لعبوا. أنا إعجابي بسرعة انقضاضهم على حاملي الكرة، والألمان تأثروا أتعبوهم، لكن أعتقد أيضا أن فرنسا يمكن أن تستفيد من طريقة اللعب التي لعبها الجزائر، ذلك الهجوم والاندفاع في المحاصرة. واعتقد أن فرنسا شاهدوا تلك المباراة بين ألمانيا والجزائر وسوف. شكرا لك أرسن. محمد الوضاحي آخر سؤال. طبعا التجربة كانت في 2010 في جنوب أفريقيا، هذه المرة في 2014 في البرازيل، شتان بين التجربتين بالنسبة إليك كمراسل ولعلاقاتك مع المنتخبين 2010 و2014. تماما تجربة 2010 تختلف يعني تماما عن هذه التجربة عام 2014. هذه التجربة كانت أصعب، كانت على كل حال كل تجاربنا صعبة على كل حال، والمهنة مهنة صعب، ولكن كانت الأجواء أفضل بكثير. كنت الآن تشعر بأن كان هناك منتخب كانت فيه صرامة، كانت فيه جدية، كان فيه أيضا اندفاع، وكان هناك تشعر بأن كان هناك هدف عند هذا المنتخب الذي يشارك في هذا المونديال. التنظيم كان أفضل بكثير مما كان عليه في مونديال 2010 رغم ما قيل بأنه تضييق إعلامي، ولكن جميع المنتخبات كانت تحاول أن تحمي لاعبيها من أجواء خارج عن كرة القدم، ولكن تبقى دائما تجربة نادرة. وكما قلت أنت في بداية البرنامج، نحن محظوظون وسعداء أيضا بأن عشنا هذه اللحظات مع منتخب الجزائر في هذا المونديال البرازيلي. في عمرك وفي عمرنا لكي نعيش أيضا تجربة أخرى في 2018 والأخرى في 2022 كذلك في قطر. كابتن أرسن فينجر محلل الجزيرة الرياضية، شكرا جزيلا لك على صبرك وعلى حضورك معنا، أتمنى لك التوفيق مع ناديك أرسنال والمنتخب. شكرا جزيلا محمد. شكرا جزيلا. الأخضر إليك وضيوفك، تفضل إليك الخط. شكرا إذا زميل حفيظ. نعم الأخضر بالريش، تفضل. شكرا لك ماجد. كنت أتوقع بأن الخط سيكون معك مهما يكن. أتمنى فقط أن أعيد لك الخط أيضا، لكن أن نعرف أيضا من مجيد بوغرة الذي ربما لا يكون في 2018 ماذا يمكن أن يقدم كنصيحة للاعبين الشباب؟ مجيد. بالنسبة للنصائح، أرسن فينجر قال ذلك جيدا، يجب عدم خسارة روح الفريق التي نمتلكها الآن، وهذا ما سيصنع الفارق اليوم وغدا ودائما، خاصة بالنسبة لمنتخب بلادنا. في العديد من الأحيان يمكن أن نجد منتخبا لديه العديد من اللاعبين من نواد مختلفة تماما، وبعض اللاعبين لديهم مستويات معينة، ولكن أنا أتمنى أن يفهم هؤلاء اللاعبون الشبان أنه عندما تكون في المنتخب تلعب تحت علمك وأنت عائلة واحدة، لا يوجد نجوم، كلنا موجودون هنا لكي نمثل هذا البلد، ولكن هم فهموا ذلك. الرسالة وصلت، هذه نصيحتي وهذا المفتاح. طبعا في ظل الحديث عن كل هذه الأمور وصلنا للمشاهد الأخيرة من هذه طبعا الحلقة، تحدثنا عن أمور كثيرة. كلمة أخيرة حسان يبدأ. حسنا، نريد أن أعود على ما قاله السيد فينجر. أعتقد بأن هناك هذا الندم الذي عشناه بعد الخسارة عام 2010. كان هناك ندم كبير ونحن تمكنا من تخطي العقبة التي وقفنا فيها عام 2010. لم يكن هناك أي ندم من هذه المرة، ولعبنا بكل ما لدينا، لعبنا بخصالنا ومستوياتنا وقدمنا مستوى جيد ومحترم على أرضية الميدان، وهذه نصيحة جيدة جدا نجحت معنا وسمعها كل الشباب وكل الفريق. لذلك هذا الجزائر أبرزت وجها مختلفا تماما من السابق. جميل. فوزي غلام، هل من إضافة أخيرة؟ حسنا، أنا أريد أن أشكر الجميع على
كل ما قالوه عنا الليلة، كل هذه الكلمات الجميلة وهذا الشكر. أتمنى أن نحقق أشياء إيجابية، وكما يقول الجميع منتخبنا شاب للغاية ولدينا تاريخ على كتفينا الآن يجب أن ندافع عنه، ومستقبل أمامنا يجب أن نعيشه، ونتمنى أن لا نخيب أمل كل الأشخاص التي وضعت ثقتها فينا وتعتمد علينا وكل من يراقبنا. لذلك نعم الجميع ينتظرنا، وأتمنى أن نكون موجودين عند هذا الموعد. أتمنى أن نكون عند المقام المطلوب. رئيس مبولح، أريد أن أشكر الجميع لهذه الرسالات ولهذه المساندة. الآن نعرف أنه يجب أن نكون في أفضل مستوى لأن الجميع يعتمد على الجزائر، وكما قال الفوزي يجب أن نكون حاضرين. كباتن شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات، كذلك وصول هذا الجمهور الرائع الذي صنع معنا الحدث من خلال هذه الأجواء. طبعا كنا سعداء من خلال كل هذه الإضافات. شكر طبعا لحسان يبدأ، لياسين إبراهيمي، لمجيد بوقرة، طبعا لفوزي غلام، لسفير تايدل، لرئيس مبولحي. كنا سعداء من خلال ما تقدم. شكرا لهذه الإضافات. نذكر مرة أخرى بأن هذه الأسماء التي حضرت معنا طبعا تمثل المنتخب الجزائري بدعوة من شركة أريد الراعي الرسمي للمنتخب الجزائري. أكيد الأفراح ستتواصل من خلال مواعيد قادمة، وسنكون دائما في الموعد عبر قنوات بي سبورت لتأكيد هذا الحضور ولرصد كل الأجواء التي تهم الحضور العربي في كافة الأحداث الكبيرة.